في مشاريع كتير قوي فشلت مش علشان السوق ولا علشان راس المال ولا علشان الظروف ولا علشان اي حاجه، علشان حاجه واحده بس: اختيار الشريك الغلط. اختيار الشريك غلط ده بيكلفك فلوس واعصاب وعلاقات بايظه ومشاكل ماليها اول من الاخر. في الحلقه دي احنا هنتكلم عن اختيار الشريك، وازاي لو انت قررت في مشروعك ان انت تختار شريك، ازاي الى حد كبير تبعد عن الشريك الغلط وتختار الى قدر كبير جدا شريك متزن، شريك كويس، شريك وقت الخلاف قادر ان انت تتفاهم معاه. لان شريك غلط في مشروع يخصك كارثه عمرها ما بتخلص ولا بتخلص حواراتها. المحور الاول اللي هنتكلم فيه في حلقه النهارده هي ايه اخطر اسباب الشراكه الغلط. كلام بقى انت كتير بتقوله لنفسك في اختيار الشريك الجديد ده. تقول ده صاحبي من زمان وعشره عمر، وده احسن حد ان انا اشاركه، هو معاه فلوس وانا عندي الفكره، هو يخش براس المال وانا ادخل بالفكره. خلينا نبدا وبعد كده واحده واحده نبقى نتفق ونشوف نسب كل واحد. شراكه بدون ادوار واضحه، لا انت عارف هتعمل ايه ولا انت عارف ولا هو عارف اللي بيدفع الفلوس معاك كشريك ده هو هيدفع ايه مقابل ايه وهيكون دوره ايه في المشروع. الصداقه دايما مش معيار كفاءه ومعيار نجاح في المشاريع، والفلوس لوحدها برضو مش قيمه. المحور التاني اللي هنتكلم فيه برضو النهارده هي ايه بقى العلامات اللي بتشوفها في شريكك الغلط ده وتحذر منها او تاخد بالك منها كريد فلاجز ما تختارش الشريك ده. اول حاجه هو شخص مش واضح في التزاماته، يعني يقول لك انت مثلا تقول له احنا عملنا دراسه جدوى واحنا محتاجين مبلغ قد كذا ومحتاجين دورك يكون معانا كذا وما الى اخره وبتاع. يقول لك خلاص انا معاك وتمام وبتاع. طب هتجيب الفلوس امتى؟ ماشي يومين كده وببعت لك. بعد كده يومين المفروض مثلا يبعت 10000 مثلا او حاجه، فيبعت لك 2000 يقول لك بس مشي الدنيا لحد ما نظبط الامور. ونفس الفكره احنا محتاجينك في اجتماع ضروري علشان ناخد قرار ضروري والكلام ده، فيقول لك حاضر ماشي ابداوا بس وانا جاي. طب نص ساعه، طب ساعه، طب خلصنا الاجتماع وهو ما جاش والتزم بالميعاد وقال لك معلش اصل انا مشغول، المهم قول لي الخلاصه ايه وايه اللي حصل وبتاع. فهو على بعضه بطريقته بفلوسه بافكاره بمشاركته حتى بدوره في المشروع ده هو مش ملتزم معاك. فده شريك خطر جدا عليك وعلى المشروع. بيهرب اوقات الضغط والمشاكل، يعني في مشكله ما كبيره حصلت سواء مع موظفين او في مشروع او في انتاج او الى اخره، وانت محتاج الشريك ده يكون موجود او متواجد بشخصه علشان ياخد معاك القرار او يساعد او يساهم او الى اخره. فانت بتلاقيه دايما متهرب: معلش اصل انا عندي ظروف، اصل انا مسافر اليومين دول، معلش اصل انا في شغلي حاليا ومش هقدر اسيبه. حاجات كتير حاجات كتير حاجات كتير. فهو في الغالب مع موقف اتنين تلاته هو بيهرب وقت الضغط. انتوا مش متفقين على الرؤيه، يعني انتوا مش محددين مع بعض الرؤيه اللي انتوا هتمشوا عليها. تمام. مش محددين انتوا هتعملوا ايه وايه اللي انتوا ممكن توصلوا له بعد قد ايه. عارف فكره الحاجات اللي بتتحط كده في المشروع بتاعت الميشن والفيجن والحاجات دي وكده، انتوا مش محددين حاجه ومش متفقين على حاجه. فبالتالي ده شراكه خطر من اولها. شريك بيحب سيطره بس من غير مسؤوليه، يعني بيحب دايما يدي رايه ويدي قراراته. طب يلا نفذ معايا، طب يلا ايدك بايدي، طب يلا روح اعمل، طب حلو القرار ده يلا روح نفذه. يقول لك لا انا بس بديكوا الفكره كده وانتوا توكلوا على الله واعملوا حاجه. فهو بيحب سيطره دايما، يحب يبقى موجود، يحب يقول رايه ويحب يقول انتوا ماشيين صح ولا ماشيين غلط. بس هو في الاساس ما عندوش مسؤوليه تجاه المشروع، ما فيش اي شفافيه ماليه عنده، يعني ما عندوش اي شفافيه ماليه. فانت تقول له مثلا انت مستعد ان احنا ندخل القصه دي؟ اه طبعا مستعدين. طب احنا نقدر ندفع كذا، انت معاك من المبالغ دي اللي تقدر فعلا تخش فيها الكلام ده؟ يقول لك بس ربنا يسهل ان شاء الله الامور تمشي وكده وبتاع. فهو مش مديك رؤيه، مش مديك شفافيه ماليه. في نفس الوقت حتى في الارباح وتوزيع الارباح هو ما عندوش شفافيه ماليه معاك. فهو طول الوقت طالما ما عندوش شفافيه فانت مش هتقدر تتعامل معاه. فلو الرؤيه مختلفه تماما بينك وبين الشريك سواء في المحاور اللي احنا ذكرنا بعضها دي او في محاور اخرى، الطريق ده هيتكسر في النص وهتخسر كتير وهتعطل مشروع كتير. المحور الثالث اللي احنا هنتكلم بقى فيه النهارده هي انواع الشراكات. ايه هي انواع الشراكات؟ مش كلها طبعا، احنا بس بنتكلم عن انواع شراكات سريعه في الفيديو بتاعنا، لكن انواع الشراكات اكيد اكتر واكبر من كده بكتير. في شريك مالي اللي بنسميه الانفستور، دايما حتى بنقولها على طول شخص مستثمر او انفستور او كده. ده شريك مالي، ده بيخش بفلوس فقط بدون تدخل في اي تشغيل او في اي شيء. في شريك تشغيلي، تمام، الشريك ده بيشتغل يوميا معاك في المشروع وليه دور غير بس راس المال، لا هو ليه دور سواء اداري او دور تنفيذي او كده. الشريك الاستراتيجي او الاستراتيجيك بارتنر ده بيبقى حاجه كبيره قوي بقى، بيبقى خبره زائد علاقات زائد توجيه زائد برضه دخول براس المال بنسبه معينه. فامور كتير قوي. دول ثلاث انواع شراكات كده على السريع، لكن في طبعا انواع شراكات اكتر من كده بكتير. فالمشكله بس لما الادوار بتختلط وما بيتحددش نوع الشراكه او نوع العلاقه بينك وبين الشريك ده، فالامور بتسيح على بعض في الغالب. المحور الرابع اللي هنتكلم فيه النهارده اهم خمس حاجات بقى لازم تكتبهم في عقد الشراكه بينك وبين الشريك اللي انت معاه.
اول حاجه نسبه الملكيه، يعني نسبتك المئويه كملكيه ليك ولشريكك ولكل شريك معاك في المشروع ده. الادوار والمسؤوليات هتتوزع ازاي؟ يعني كل واحد هيبقى له دور ايه؟ هل هو بس شريك زي ما قلنا فوق، شريك مالي فقط، ولا شريك مال ومجهود، ولا شريك مال ومجهود وخبره وعلاقات؟ فكل حاجه لازم تتكتب. آلية الخروج مهمة جدا. يعني كان في قول كده للإمام علي رضي الله عنه، كان يقول اختار من تختلف معه. فأنت لازم تختار كويس جدا الشخص ده، وتكتب آلية الاختلاف وآلية الخروج من أي اختلاف لا قدر الله بيحصل بينك وبينه. طريقة توزيع الأرباح مهمة جدا إنها تتكتب في عقد الشراكة. طريقة حل النزاعات لازم برضو ضروري جدا تتكتب في عقد الشراكة. الاتفاق المكتوب دايما بيحمي العلاقة ليك ولغيرك وللشريك وللمشروع في حد ذاته، مش بيشكك في أي حد ومش تخوين في أي حد. ده حفظ حقوق وحفاظا على المشروع وفكرته واستمراريته. المحور الخامس والأخير معانا النهارده في حلقة اليوم هي إمتى بقى تقول لأ للشراكة. يعني إمتى تقول لأ أنا مش هشارك أو مش هدخل شركة في المشروع بتاعي. لو تقدر تبدأ لوحدك، سواء قدرات مادية أو قدرات ذهنية وخبرة وعلاقات، تقدر بمجهود، تقدر بكل شيء ان انت تبدا المشروع ده لوحدك، فالافضل ان انت تبتدي لوحدك لحد ما مشروعك ده يقف على رجليه او حتى يبدا يشوف النور في الطريق. لو الاختلافات جوهريه قوي 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 بينك وبين الشركاء اللي انت حللتهم وحطيتهم في دماغك وعاوز تبتدي معاهم، اعتقد ده لا، مش هينفع فيها شراكه. لو بتحس دايما بعدم الارتياح بينك وبين الشراكه او بين يعني مفهوم الشراكه في حد ذاته انت مش متقبله او مش بتنسجم معاه قوي، او حتى لو انت قررت ان انت تختار شركاء بس الشركاء اللي انت كتبتهم على الورق دول كمناسبين ليك، انت حاسس بعدم الارتياح بينك وبينهم. لو الشراكه دي هتبطئ لك قراراتك او هتخليك اصلا بدون قرار، في الحاله دي الموضوع هيبقى صعب. يعني مثلا تكون انت اصغر نسبه راس مال مثلا مشاركه، وانت مالكش قرار ومالكش راي ماشي كده، رغم ان المشروع ده فكرتك والمشروع ده بتاعك. فمش كل مشروع بيحتاج شريك يعني. تمام؟ ليه دايما تتوجه للشراكه؟ وليه دايما تحط في دماغك ان انا عايز ابدا كبير على طول؟ مفيش حد بيبدا كبير على طول. اختيار شريك غلط ده او اختيار شريك في العموم ده مش قرار عاطفي يا جماعه، ده قرار استراتيجي ومهم جدا في خطوه مشروعك اللي انت بتبتديه. فاعد اختياراتك وقرر بشكل صح وبشكل تحليلي وبشكل مفهوم، وبعدين توكل، وان شاء الله ربنا هيوفقك في مشروعك ويوفقكم جميعا باذن الله. واشوفكم في الحلقه الجايه على خير. من على وتوكل، والسلام عليكم.